لازم أنت تطهر نفسك حتى توصل إلى الإمام، حتى يكون الإمام راضى عنك، لأن رضا الله من رضا الإمام. استغفر الله. يعني أنت ما تقدر ترضي الله بدون رضا الإمام، مستحيل. استغفر الله. الله ما يسمع عنك الدعاء، ما يسمع دعائك بدون رضا الإمام. وش إذا أنت محارب الإمام بكل هذه المعارك والتواقف بوجه الإمام وما تستحي من الإمام، ما عندك حياة، ما عندك كرامة، ما عندك شرف، لأنه أنت ما تطيع الإمام طاعة الأمة إلى سيدها، وتجي توقف بالصلاة تدعو الله. الله وين يسمعك؟ ما يسمعك الله. استغفر الله. خوش الله سميع عند أذان، آذان الله الإمام، يد الله الإمام، جود الله الإمام، كرم الله الإمام، صبر الله الإمام، كلهن الإمام. ذني أسماء الإمام، مو أسماء الله، مو أسماء الله. يعني الله من تقول حي يعني إنه شنو عنده روح، من تقول سميع يعني عنده إذان، من تقول يد الله يعني الله عنده إيد. هذا كلهن غير موجودات، يصير مجسم. يد الله الإمام، سمع الله الإمام، بصر الله الإمام، قوة الله الإمام. لكن أنتم ما توصلون لهذا المعنى بالقرآن. ماذا يقول القرآن؟ يقول أحيانا القرآن يعطيك درجة من العظمة، يريدك تفتهم ما تفتهم، ما تريد تفتهم، مو بس ما تريد تفتهم، ما تريد تعطي نفسك تقرأ بالقرآن، لأنه أنت ما تحتاج أن تقرأ القرآن حتى شنو؟ حتى تفتهم. دعني أولا أعطيك أدلة من كتاب الله سبحانه. أنت تقول أن اسم الله المذكور بكتاب القرآن الكريم هو الإمام المهدي، وقلت سابقا إن الإمام متزوج وله 1000 ولد، لكن هذه الآية تخبرنا أن الله سبحانه ليس المهدي. من سورة الإنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الصاحبة أي الزوجة، أنه سبحانه يقول غير ممكن أن يكون له أولاد وزوجة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هذه الآية تخبرنا أن نتبع القرآن الكريم ولا نتبع المشركين مثل أبو علي. ما عندك هذا الشيء وهاي مرعب. اقروا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. هذا من اللي يقول الله؟ الله شو له علاقة؟ اقروا الآية بصورة المعارج. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. يكملها على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. هذا أهل البيت. إذن الرضا أول ما يرضى المهدي، وبعدها يكون رضا الله منعما عليك بكل ما تطلب. عبدي أطعني، مو اللي ما تطيع الله أنت يا تطيع الله. عبدي أطعني يعني تطيع الإمام المهدي. أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون. وأتوا البيوت من أبوابها أنا مدينة العلم. ستنا أنا مدينة العلم يقول رسول الله وعلي بابها. كيف تطب لمدينة العلم وعلي واقف حاط بالباب حاط كرسيه وقاعد؟ تقدر تطب؟ استرجع وطب. شلون تطب المدينة العلم إذا ما تكون نقي وصافي وما عندك ذنوب حتى يسمح لك أعظم خلق الله أن تمر من خلاله؟ إذا شافك مثل أبو علي شلون يخليك تمر؟ ما يخليك.
أشهد أن